الزمالك وعودة مدرسة الفن والهندسة من جديد. بصراحة الزمالك الموسم ده بيقدم كرة جميلة تليق باسم وقيمة النادي الزمالك. في ليلة القبض على الصدارة من بوابة الإسماعيلية، الزمالك يقتنص أهم 3 نقاط ويحلق بعيدا في الصدارة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. الزمالك والإسماعيلي واحدة من أقوى المباريات في تاريخ الدوري المصري. ديربي أو كلاسيكو زي ما أنت عايز قول. النهاردة مباراة الزمالك والإسماعيلي قمة الجولة بتنتهي لصالح نادي الزمالك 3-1 في أول مباراة إداريا فنيا لميدو مع نادي الإسماعيلي. المباراة كانت من كل الاتجاهات في كل الجوانب لصالح نادي الزمالك المنتظم المستقر، اللي انا بشوف ان الزمالك يعني من اقوى الفرق اللي في الدوري. هو مش من اقوى الفرق، هو اقوى فرقة في الدوري السنة دي. استقرار، تناغم، تجانس، خطة ثابتة، تشكيل ثابت، لعيبة في انسجام بينها، الفنيات، الثقة في النفس باينة. اتفرج النهاردة على أبو الفتوح بيلعب ورايا أحمد سيد زيزو، ثقة في النفس، اللعيبة حافظت بعضيها، تشكيل ثابت. النهاردة بيلعب 4-3-3. فريرا بصراحة مدرب عبقري. بيقابل أحمد حسام ميدو اللي جاي بانتعاشة وأول مباراة ليه بيصطدم بنادي الزمالك. ميدو النهاردة كان فاتح صدره شوية، دخل المباراة دخلة جريئة. يلا انا هلعب 4-2-3-1 وهلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك. طب هتلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك، اقوى فرقة حاليا في الدوري من حيث الاستقرار والفنيات والانسجام والثقة في النفس. انت عندك كواليتي اللعيبة اللي هيلعب جيم مفتوح مع نادي الزمالك؟ ما اعتقدش. الاسماعيلي في حالته دي مش ند لنادي الزمالك عشان تلعبوا جيم مفتوح. نص ملعبك قد نص ملعب الزمالك عشان تستحوذ على الكرة وتلعب معاهم بشكل هجومي؟ ما اعتقدش. نادي الزمالك كان مسيطر على رتم المباراة في كل الاتجاهات، نص الملعب بتاعه. يعني انت الاسماعيلي بدأ بداية خاطفة لنادي الزمالك 1-0، بعد كده بدأت سيطرة نادي الزمالك، فانت حطيت فيه جون فوقته. فيريرا بصراحة يعني عامل حالة في الزمالك الموسم ده باين على اللعيبة. يعني انت بتتفرج على اللعيبة لما بتشوف ابو الفتوح الفنيات بتاعته 1 و2 وكباري وسبعاية وتمانية، يا أحمد سيد زيزو بيستلم لك بالكعب. التقارب بين الخطوط، الانسجام بين اللعيبة، واضح إن الزمالك قوي جدا الموسم ده. ومش كل مباراة ومش كل جولة الأهلي هتقدم هدية للزمالك هيرفضها. النهاردة مفيش مجال لرفض الهدايا. سنة جديدة وكل سنة وأنت طيب، وأنا قبلت الهدية. الأهلي فرط في الصدارة والزمالك قبل. يعني مباراة آه، بعيدا عن قوة نادي الزمالك وتشكيلة نادي الزمالك، أنا بشوف إن ميدو يعني أنت راح تلعب نادي الزمالك، بتقعد كل الأساسيين بره. الشبراوي بره، الشامي بره، عبد الرحمن مجدي بره، عمر الوحش بره. طب ما أنت بتلعب بمين؟ ولما فقدت السيطرة في نص ملعب والزمالك كان مستحوذ وحبيت ترجع الشوط التاني، راح تطلع باسم مرسي اللي هو عامل خطورة على دفاع نادي الزمالك. بتطلع صالح جمعة اللي هو يا دوب النفس الوحيد اللي شغال في نص الملعب، هو اللي بيوصلك. صالح جمعة قبل ما يطلع اكتر واحد مصاب على المرمى صالح جمعة، اكتر واحد صناعة للفرص صالح جمعة. اي نعم، انت مش رايح بفرص حقيقية، بس انت يعني افضل ما في الملعب تطلع دول. وتأخرت في التغييرات، عبد الرحمن مجدي نزل عمل لك جبهة يمين، الشامي نزل بدأت تروح على المرمى وتخترق من العمق. طب ما انت كان ممكن تلعب بثلاثة رؤوس حرب من الاول، عبد الرحمن مجدي ومثلا الشامي ووسطهم باسم مرسي، وتعمل خطوره على نادي الزمالك طالما انت عايز تلعب جيم مفتوح وتهاجم. لكن انت ما عندكش كواليتي اللعيبه وما عندكش التكتيك اصلا. انت ما لحقتش تعمل تكتيك للفرقه تولف تشكيله معينه تلعب بها نادي الزمالك. فانت المفروض كنت يعني تحترم الموضوع كده، وتحترم نادي الزمالك اكتر من كده وسكواد نادي الزمالك في الفتره الحاليه بالذات، وتأمن دفاعاتك وتلعب على الهجمة المرتدة، تلعب على الكرة الثابتة، أخطاء نادي الزمالك. لكن تلعب أنت أول مباراة ليك مع فرقة زي نادي الزمالك ورحت تلعب
مع فرقة زي نادي الإسماعيلي ورايح تلعب زي نادي الزمالك متكامل صفوفه، يعني اختراقات من على الجناب، تصويب، اختراقات من العمق، راجل بيلعبك 4-3-3 ومش خايف، بس عنده نص ملعب بصراحة السيسي ودونجا وإمام عاشور قوي جدا.